هذا البرنامج برعاية أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم في مصر في كلمتين. يمكن النهاردة هتمنى لجموع الشعب المصري 100 مليون صحة، دي هتكون البداية. و100 مليون صحة هي مبادرة السيد رئيس الجمهورية اللي بنشكر جميع الجهود اللي بذلت فيها وحققت بالفعل في جانب الصحة العلاجية الكثير والكثير، ولا أحد يستطيع أن ينكر هذا الجهد المشكور. ولكن عايزين نخرج من الصحة العلاجية للصحة الوقائية. الصحة الوقائية اللي هي بتضمن وجود بيئة نظيفة، بيئة صحية، بيئة آمنة. الحقيقة طلب وجود بيئة صحية هو طلب من جموع الناس، ولكن هناك وأيضا هناك وعي بهذا الجانب، ولكن الوعي مشتت. لذا يجب على الجميع أن يركز تماما في أن الصحة البيئية هي الطريق الأمثل للصحة الوقائية. وده رأي ضيفي اللي هيشرفني النهاردة. ضيفي النهاردة في الحلقة هيكون الأستاذ عبد المجيد جادو، رئيس جمعية تنمية المجتمع المحلي بالقلج، وأيضا الرئيس السابق للمجلس الشعبي المحلي بالقلج، وتقلد العديد من المناصب في العمل العام والعمل السياسي. مرحب أستاذ عبد المجيد جادو. اهلا بحضرتك يا استاذ علي، وتحياتي لأسرة البرنامج، ومن خلال الشاشة الجميلة بتاعتكم بحيي كل السادة المشاهدين، وأتمنى أني أكون ضيف خفيف عليهم يعني. إن شاء الله بإذن الله. مرحب بيك. الحقيقة زي ما وعدنا وزي ما هنستمر في وعدنا إن احنا قلنا هنشارك جموع الشعب المصري في كل ما يخصه من آلام وأمال وفرح وطرح وغيره. كان لينا لقاء في بلدة القلج مركز الخنكة اليوبية بتقرير خاص عن المصرف البلبيسي. إن شاء الله هنخرج لتقرير، وبعد التقرير هنستكمل حوارنا مع ضيفنا الكريم. أعزائي المشاهدين، هذا هو كورنيش الموت كما يطلق عليه سكان بلدة القلج مركز الخنكة محافظة القليوبية. هذا هو المصرف البلبيسي الذي يمرق الكتلة السكنية التي تحتوي على أكثر من نصف مليون نسمة، يحمل في أحشائه الكثير من أوجه الموت. يحمل مياه الصرف الزراعي، أيضا يحمل مياه الصرف الصحي، هذا إلى جانب الكم الكبير من المخلفات. احنا من اهالي القلج ولا عندنا صرف، والزباله بنعاني منه، بنعاني من الزباله في القلج. الزباله واكلانا وجايبه لنا المرض. العيال نفسها مكتوب، كل يوم نجريهم مع الدكاتره. ماشي الحكومه بتخطيط المصرف او بعدم اطفاء الصرف الصحي فيه بعد شبكه الصرف الصحي مناطق مطلة على المصرف. وفي حاجه ثانيه ان المصرف ده لما يتغطى هيفيد البلد ويفيد المنطقه كلها ويفيد الدوله بتوسعه الطريق. هيتعمل فيه طريق رايح وراجع، وعليه مصالح خدميه كثيره مثل مدارس ونقطه صرف القلج، ويمتد من محطه البيس الدبليه الى مؤسسات الزكاه. فتنظيف هذا المصرف وعمل عليه طريق وفك الخناق النوري اللي
بيسبب مشاكل في المنطقه، ويعتبر هو البديل دلوقتي الموجود، لان الخط الرئيسي خط الوساط الرئيسي للعلاج القديم اللي من مرج الخنكه اصبح ضيق وليس فيه اتساع. اما المصرف فهو قابل يتعمل عليه طريق رايح وراجع وبيخدم من مؤسسه الزكاه والدائري لجميع المناطق المجاوره للمصرف. عايزين نتكلم بس عن حاجه بسيطه جدا كده، قريه الفلك. احنا عندنا اكثر من 4 مدارس او 5 مدارس في مكان واحد، وعندنا جايين يعملوا سور على الرشاح. السور ده ولا هيمنع زباله ولا هيمنع ريحه ولا هيمنع تلوث، هتيجي علينا الصيف والناموس يهرينا كلنا بسبب الزباله اللي بتترمي. السور ده مش هيعمل اي نتيجه، وطالبين منكم بس حاجه بسيطه جدا، يتردم حتى لو جزء صغير كل فتره كده عشان خاطر الاطفال اللي موجوده في مدارس ودي صحه. هو في المصرف من البركه والمرج حطت الميه بتاعت المرج بتضخ حوالي عن 4000 متر في اليوم ميه كان البحر، وبتضخ بالرشاح وبتتهدر وبيوتنا بتغرق بغير التلوثات اللي احنا بتاعتنا اللي هي من الرشاح. يعني عندي التلفزيون دلوقتي خربان، ابص الاقي يقول لي بتاع الكهربائي يقول لي كان من الرشاح، من التلوث بتاع الرشاح. الحقيقة مفيش كلمات ممكن تعبر عن بشاعة هذا المشهد. مشهد قاسي للغاية جدا جدا، وحماية أهالي المنطقة لا رجاء فيه لأحد من أحد. بداية هنستعرض الجهود اللي بذلت من أجل إنهاء هذه المهزلة، وأنا بقول فعلا مهزلة بكل ما تحمله الكلمة من مقاييس. هبدأ أسأل ضيفي الكريم، عايز أعرف الناس بالمنطقة اللي حضرتك شفتها في التقرير. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا عايز أقول القلق الأول، بس نقول للناس القلق فين وإيه. يعني حابب أقول لهم عشان بس معظم السادة المشاهدين يبقوا عارفين المنطقة. يعني اتفضل. القلق إحدى قرى محافظة القليوبية، بتتبع مركز الخنكة. القلق بتضم 3 قرى: القرية الأم اللي هي القلق، و23 يوليو، وعزب الصفر. قرية القلق بتعتبر من أكبر قرى محافظة القليوبية، الأعلى تعليم في المحافظة، أعلى نسبة تعليم في المحافظة هي القلق بالفعل. مش تحيز ليها يعني، ولكن دي حقيقة. القلق خرج منها وزير المالية، خرج منها الوزير اللي هو الدكتور محمد الرزاز. خرج منها المفتي فضيلة الشيخ محمد مجاهد حمد، مفتي الديار المصرية الأسبق. خرج منها القضاة، خرج منها قيادات في الشرطة وفي الجيش، خرج منها أساتذة الجامعات. معظم أبناء القلق يحملون الشهادات العليا وفوق العليا. مع هذا وتضم الكثير من يعني انا يمكن نوهت ان فيها اكثر من نصف مليون نسمه. هي فعلا القلق تصل الى نصف مليون نسمه. تصل الى نصف مليون نسمه. مع وجود هذا الثعبان اللي هو الثعبان ده ليه حكايه، ثعبان الموت او مصرف الموت. عايز اسمع حكايته. هو مصرف الموت على فكره، لان فعلا في ناس ماتت فيه. مصرف الموت لانه بيحمل في باطنه كل اسباب التلوث البيئي. يعني الامراض، ناقلات الامراض، صرف صحي، فبالتالي كل دوت بالتاكيد ليه تاثير. يعني المصرف دوت احنا طلعنا لقيناه، هو مصرف ري، وكانت ميته جميله جدا. من الثمانينات اتعمل مشروع صرف صحي اهالي، وابتدوا يرموا على المصرف. يعني أنا دلوقتي هنقول واحد اللي هو المياه الصرف الزراعي، 2 دلوقتي حاليا اساسا صرف زراعي، وبعد كده صرف حاليا صحي بقى صرف صحي، الى جانب الى جانب طبعا القمامه والمخلفات، الى جانب المخلفات اللي الناس بترميها فيها والكلام ده كله. يعني المشكله النهارده احنا فوجئنا طبعا. اولا مطالب التغطيه
مطالب قديمه جدا، ومن حوالي 20 سنه اتغطى جزء بالفعل تقريبا في حدود 500 متر. الجزء الباقي هو في حدود 3 كيلو. ال3 كيلو دول احنا بنطالب بالتغطيه من بدري، والنواب بيطالبوا، وكل من تقلد موقع مسؤوليه بيطالب بتغطيه المصرف. مطلب شعبي، انا مش عايز اقول عليه مطلب على فكره، هو حق. هو حق. يعني مطلب، لا هو مش مطلب، ده هو يمكن حق. يمكن يا استاذ عبد المجيد، انا حضرتك قلت ان التغطيه لا رجاء فيها لاحد او من احد. بالظبط كده، بالظبط. هي المشكله ان احنا عندنا طبعا بتصطدم كل مرحله بتتكلم فيها بالتكاليف. طب ما هو يا جماعه، ما هو التكاليف انا معاك، احنا لا نختلف على فكره على ان التكاليف عاليه، بس التكاليف دي طب والمواطن، قيمه المواطن قد ايه؟ اذا كانت تكلفه التغطيه عاليه، طب المواطن قيمته قد ايه عندكم؟ المواطن اللي هو الاساس. المواطن الأساس. اللي انتوا النهارده الدوله بتهتم بعلاجه. انا بعالج الفيروس سي كدوله بمليارات. النهارده على فكره القلق فيها اعلى نسبه مصابين بمرضى بفيروس سي وفيروس بي والامراض المتوطنه عموما بمناسبه بسبب هذا المصرف. بمناسبه فيروس سي، يمكن عايز اقول مفيش بيت في القلق لم يجرح بهذا الفيروس اللعين. دي حقيقه. المبادرات اللي السيد رئيس الجمهوريه بيعملها كلها مبادرات بتصب في صالح التنميه البشريه، في صالح الاهتمام بالبشر. تمام. فانا النهارده معانا اتصال من النائب رضوان الزياتي، نائب الخنكة والعبور والخصوص. اهلا بيك سيادة النائب. اهلا وسهلا استاذ علي، اهلا بيك. ازاي حضرتك؟ شرفتنا يا فندم. الحمد لله، الله يخليك، تعيش، الله يخليك. طبعا انت عارف موضوع الحلقة بيدور حوالين المصرف البلبيسي، وانا اعلم جيدا ان حضرتك ليك مساعي كبيرة في هذا المجال. امرك استاذ علي. طبعا دلوقتي بيقام صورة على جنبات الجزء اللي هو المتبقي بعد التغطية. السور طبعا لا يفي بالمطلوب اللي هو حماية البشر فعلا، مش حمايتهم من السقوط في المصرف، ولكن حمايتهم حماية بيئية عشان نوصل لبيئة صحية او بيئة آمنة. بص يا استاذ علي، انت تعلم ان الخنكة، مركز الخنكة كله فيه اكثر من 4 أو 5 مصارف كبيرة جدا، يعني أكبر مركز في مصر كلها في عدد من المصارف. بالظبط. في كمان أكبر محطة صرف صحي في الشرق الأوسط. اللي هي محطة صرف صحي اللي هي المزرعة 16 وعقد 16. عقد 16 اللي هي بتغطي الصرف الصحي في شرق النيل من أول حلوان لحد الخنكة. تمام. تمام. يعني بتخدم حوالي 2 أو 3/4 القاهرة الكبرى. القاهرة الكبرى معاك. فإذا أنت بتتكلم على منطقة من أسوأ المناطق فيها من ناحية البيئة. يعني واحنا بنسميها مركز الخنكة كله بنسميه سلة مهملات القاهرة. كمان انت يعني عندك مصرف البلبيس ومصرف البركة ومصرف الجبل الأصفر ومصرف العكرشة وغير المصارف اللي هي الفرعيه اللي هي بتصب عليها. كل ده جاي من القاهره الكبرى. تمام. بالظبط. انت دلوقتي بالنسبه للجزء اللي انت حضرتك بتتكلم عليه اللي هو الجزء الخاص بالقلق، اللي هو حول مجمع مدارس القلق. طبعا كان في احنا خططنا من الاول ان هذا الجزء يتغطى اللي هو حوالين المدارس. انت يعني مستحيل ان انت تغطي المصرف كله. انت عارف في قرار دلوقتي من وزير الري بعدم تغطيه مصارف او ترع. من القرار ده بقاله اكتر من 2 سنين. القرار ده قرار مجلس الوزراء انه عدم تغطيه مصارف او ترع. كويس؟ الا في المشاريع القوميه، يعني مثلا في عايزين يعملوا طريق سريع، عايزين يعملوا يعني الحاجات اللي هي المشاريع القوميه الكبرى يعني. طيب يا استاذ رضوان، انا عايز اقول لحضرتك على حاجه. هقول لحضرتك انا بجيب لك طيب ماشي. طب اتفضل. انا خدت موافقات من الجهاز التنفيذي للمياه الشرب والصرف الصحي، الجهاز اللي هو اللي بيرأسه المهندس حسن الفار، من حوالي اكثر من 2.5 سنين، وعلى اساس ان احنا نغطي هذا الجزء اللي هو حوالين المصارف ده جزء 700 متر
من اول كوبري بسيون لحد مسجد الجزء اللي هو اللي عند مسجد النصر. طبعا وخدنا موافقه وجبنا التمويل وكل حاجه، وعلى اساس ان يتعمل 3 مواسير، كل ماسوره متر ونص، وتتحط المواسير ويتغطى هذا الجزء، يبقى جزء مغطى تماما. اللي هو من اول كوبري بسيوني لحد لغايه المحطه بتاعت الصرف مثلا. لا لحد مسجد النصر اللي هو حوالين المجمع المدارس. حوالين مجمع المدارس. معاك. تمام. تمام. وخدنا بعد ما خدنا الموافقات، ووزاره الري طبعا رفضت، وخصوصا اللي هو الجاء من الناحيه الفنيه. قعدنا نجتمع في الهيئه العامه لمشروعات الصرف اللي هي في الدقي، اللي هي قدام حديقه الحيوان الجيزه. وقعدنا اكثر من اجتماع من الناس الفنيين ومهندسين ومسؤولين. اتعرض اكثر من مقترح، قال لك ان احنا مثلا في جزء اللي هو يتغطى اللي هو شرايح اسمنتيه. طبعا أيوة. اللي هو يتغطى بشرايح اسمنتيه، بوكس سيكشن يتغطى بشرايح اسمنتيه من فوق، يعني مش هيتغطى سقف وبعدين السقف ده يتردم عليه يبقى تغطيه كامله. لا، يتغطى شرايح اسمنتيه بحيث ان هي ما تحطش عليها اي حاجه، ما تبقاش يعني زي تغطيه زي عدمها. ايوه كويس. وبعض مشاورات فنيه وهنا ومهندسين والوزير نفسه وصلنا سياده النائب، وصلنا بعد كده انه المساعي دي او الجهود دي احنا طبعا عارفينها كويس جدا، ولكن انا عايز اقول انه وصلنا في الاخر لسور. هل السور في الاخر هو السور ده اللي انا اقترحته؟ نعم. يعني هل تتخيل ان انا السور ده انا اللي قلت لهم نعمل سور؟ لا مش يعني مش كده. انا املك ان انا الجانب الفني، دي كلها جوانب فنيه سيادة مسؤول عنها. بص سيادة النائب انا مش كده خالص. هي القصه في ايه؟ القصه ان انا بقول ان حضرتك بذلت جهود مشكوره وانا لمستها بنفسي، ولكن انا بقول في الاخر ان احنا بعد ما قلنا خلاص هيبقى في سور، هل السور ده هو منتهى او هو الحل؟ هو ده الحل اللي هم وصلوا ليه فنيا وماليا وكل حاجه، ده هو شاف ان هو ده الانسب الحل. وانا عايز اقول لك ان احنا في جزء تاني شغالين عليه اللي هو بتاع محطه ميه المرج. محطه ميه المرج دي الرواسب اللي بتطلع من التنقيه بتنزل في المصرف ده. الروبه. اللي هو خط الروبه. هي اساس المشكله، هو الاساس المشكله الرئيسيه كلها في الموضوع، وهو اللي مانع اي تغطيه. موضوع الروبه ده، لان الروبه دي عباره عن اللي هي القيمه او الرواسب اللي بتترسب من التنقيه. دي بتنزل في قاع المصرف بتعليه، قاع المصرف بتفضل تعليه، ما بتدخل فيه التغطيه ولا في المواسير ولا الكلام ده كله، بتفضل تعلى، بتحتاج ان هي لازم الدراجات وتنزل وتسلك فيه وتشيل الحاجات المتراكمه ديت اللي هي الروبه المتراكمه دي. يعني في حاجات فنيه كتير مش الرجل العادي والانسان العادي المواطن العادي ما يعرفهاش، وانا كمان انا كحاجه فنيه ما اعرفهاش، فالموضوع معقد جدا. احنا عموما سياده النائب احنا في طرق، في يعني محاولات جاده جدا لحل مشكله ان شاء الله. انا عارف ان في محاولات وستظل هذه المحاولات حتى نصل الى حل فعلا، ان حياه البشر اغلى بكتير. طبعا احنا هو بص يا استاذ علي، احنا بنعمل الكلام ده كله ليه؟ رقم واحد عشان حمايه الاطفال والتلاميذ اللي بيروحوا المدارس. انت عارف بالظبط كده بيتردد عليها اكثر من 15,000 تلميذ وتلميذه. عندك الازهر والاعدادي ومدرسه الاعدادي 4 مجمعات مدارس، عمرو بن العاص والمعهد الازهري ومدرسه عائشه ومدرسه يعني ايه كميه الطالبات في المنطقه دي كميه كبيره جدا. فاحنا هذا السور هيتعمل بالشكل اللي هو زي ما قلنا ان هو ده الحل، اللي هو ايه الحل اللي احنا مش حله، لكن هو ده الحل. سياده النائب انا عارف انه في مساعي ان شاء الله باذن الله هتبذل، واحنا عايزين الاكثر بحيث ان احنا فعلا نصل الى ده. بعد 3-4 انا هقول لك حاجه، اقول لك مفاجاه، ممكن بعد 3-4 سنين الرشاح ده يتلغي تماما. ما هو ده اللي احنا بنطمع نطمح اليه ان شاء الله باذن الله. بعد ما تتحل مشكله الروبه دي ان شاء الله، مشكله محطه المرج الروبه اللي بتنزل في قلب المصرف دي، يعني يمكن 90% من المشكله هتتحل ان شاء الله. شكرا للجهد المبذول من قبل سياده النائب، وشكرا سياده النائب على المداخله، متشكرين جدا.
الحقيقة يعني المداخلة زي ما قلت أو الكلام، احنا ما بننكرش فضل أو بننكرش جهود حد، مش طبعاً هنقول أكيد. أفضال حد لأنه ما ينفعش. انا قلت ان في جهود بذلت، في جهود بذلت وبتبذل وبتبذل وهتبذل، ولكن انا بقول برضو يمكن في المداخله سياده النائب بيقول انه الجانب الفني والجانب المالي كل ده انا بحترمه، اوكي. تمام. بس انا عايز احترامي الاكثر يبقى للجانب البشري. يعني انا النهارده لما اجي امر عند المصرف دون، انا بصراحه انا قدرت جدا جدا من الثلاث دقائق او الاربع دقائق بتوع التقرير. ولذلك هنتكلم عن السور مبدئيا. حضرتك كرئيس لجمعيه تنميه المجتمع المحلي بالقلق، السور ده مرضي لحضرتك؟ انا اولا بالنسبه للسور انا يعني جوايا مش معترض عليه على فكره، برغم انه انا عارف ان هو مش هيمنع. هو انا بتكلم في حته القمامه، المخلفات بتاعه البيوت بتاعه الناس اللي بترمي في قلب المصرف اكيد هتتحجم، فالسور هنا هيمنع. يعني هنا قيمه السور، ولكن هل السور هيمنع التلوث في المصرف؟ هو التلوث موجود قائم بحكم التلوث بتاع الصرف الصحي اللي بيترمي في قلب المصرف اصلا. انت منعت القمامه لكن ما منعتش الصرف الصحي. فالميه اللي جوه السور الجميل دوت والمنظر اللي هيبقى حلو وشكله حلو ملوثه. طب ما هي ما نفس القيمه. حضرتك تقابلت مع نفس المشكله قصدي. حضرتك تقابلت مع المهندس صبحي عبد المنعم اعتقد اللي هو مدير عام الصرف. تمام. وكان في اكيد اطروحات او في حلول، حتى وهنقول الحلول دي مش دلوقتي مش آنية ولكن حلول مستقبليه. هو زي ما اشار ليها الاستاذ رضوان سياده النائب، ان المهندس صبحي قال فعلا ان محطه المرج بتصرف الخط الراجع اللي هو الروبه، هم بيسموه الروبه على فكره عشان الساده المشاهدين ما يعني ايه هو اسمه كده الروبه. خط الروبه خط الروبه ده بيصرف بيرمي في المصرف. طب انا عايز اقول لك حاجه يعني غريبه. يعني احنا لما رحنا في سنه 2010 نقابل المسؤولين في شركه الميه وفي جهاز المشروعات عشان نجيب خط ميه 20 بوصه للقلج في نفس المسار بتاع المصرف دوت من عند الرشاح بتاع محمد نجيب. اول كلمه اتقالت ان احنا مش مطالبين نديكم ميه لان انتوا قليوبيه. مش مطالب يديك ميه لان انت قليوبيه. لا ميه شرب لا، ميه حرام شرب حتى حرام يدينا ميه شرب نشربها. لكن يبعت لي الربع ما فيش مشكله. فهو احنا فعلا بقينا يعني ايه، لا يعني وصلنا لمستوى هزيل قوي مش عارف ليه. يعني انت منعت ميه الشرب، هو ده ما كانش المنع الاساسي، هو ده الاساس اللي قاله بالحوار والمناقشه والجهود والكلام دوت وصلنا ان يعني عايز بس اعمل سبوت عند الحته دي. عندما ذهب الاستاذ عبد المجيد لمسؤول محطه الميه محطه ميه المرج اللي هي بالقاهره لطلب ميه ده عشان سكان القلج، قال لا انا مش ملزم لان انا قاهره وانتوا قليوبيه. ده مسؤول الشركه. وعندما كان هناك حتميه للتخلص من خط الروبه تم التخلص من خط الروبه على مصرف القلج. يعني منعوا ميه الشرب. منطق في منتهى الغرابه. منعوا ميه الشرب وجابوا لنا الروبه. فانا عايز اقول ان السور هيحمي المصرف من القمامه ماشي، هيقلل في فايده منه مفيش مشكله، لكن جدواه في منع التلوث اللي بيهدد حياه المواطنين وبيسبب الامراض وناقلات الامراض اللي موجوده كلها جواه هي جواه برضه ما اتغيرش. استاذنك استاذ عبد المجيد، معانا تليفون الدكتور يسري خفاجي المتحدث الرسمي باسم وزاره الري. مرحب بيك دكتور يسري. اهلا وسهلا بيك يا فندم. ازيك يا فندم؟ يمكن حضرتك طبعا تعلم تماما ان الحلقه بتدور حول مشكله المصرف البلبيسي بالقلج، وفي يمكن حوالي 2 أو 3 كيلو بيمرقوا الكتله السكنيه وعليها اكتر من 4 مجمعات مدارس، واللي بيحصل النهارده يا دوب بيقام سور حوالين هذا المصرف، علما بانه الحق المواطن ان المصرف يتغطى عشان يقدر يحيا حياه امنه.
اتفضل يا فندم. طيب بداية يعني عموما يعني احنا بنرحب بحضراتكم وغيرتكم على عموما حياة المواطن وعلى احوال الميه في الدولة المصرية. مرحبا بيك دكتور. وكده بص حضرتك يا فندم، هو عموما موضوع تلوث المصارف هو امر القانون بيحجبه تماما. القانون وضع عقوبات على الملوث. وزارة الموارد المائية والري من خلال أجهزتها المعنية بتتخذ الإجراءات، بتحرر المخالفات، بتغلق اللي هي الفتحات بتاعت الخاصة بمصدر التلوث متى كانت موجودة ومعلومة قدامها. هو بس يمكن المشكلة في موضوع فتحات ايه يا دكتور يسري؟ فتحات ايه اللي هي خاصة بمصدر التلوث؟ اللي هي الصرف؟ لو في صرف حضرتك صحي، لو في أي فتحة صرف مخالفة، كل هذا الكلام عموما بيبقى مخالف للقانون رقم 48 لسنة 1982. تمام. اللي هو بيجرم هذا الأمر وبيلزم المخالف انه يعني مبدأ اللي هو تغريم الملوث، يعني واخد بال حضرتك، ومنع المخالفة. لو اتكلمنا على موضوع التغطية سعادتك، احنا نقدر نقول طول ما المصدر قدامي امام عيني انا شايفه، اقدر اتعامل معاه، اقدر امنعه، اقدر احجبه. لكن في العديد من الاحيان يا علي بيه القصه بتكمن في ان لما التغطيه بتتعمل الناس بتلجا ايضا الى الحيل وتمد مواسير و بحيث انها تدخل الى المجرى المائي. اصبحت مش شايفها تماما، يعني اصبح المصدر مش امام عيني. لذلك شكلت لجنه من المختصين في الوزاره وكذا المراكز البحثيه لوضع ضوابط لموضوع التغطيات بشكل عام، واتقال فيها انه لابد ان يكون هناك مشروع صرف صحي داخل في المكان لكي يتم التغطيه، عشان احول دون حدوث الامر اللي احنا بنقول عليه حضرتك، ان ياتي المخالف ويلقي دخول مواسير الصرف. اتفضل. بس انا عايز استوقف حضرتك هنا يا دكتور يسري. هو بالنسبه للصرف ودخول الصرف على المصرف نفسه، المصرف اولا يقع تحت مسؤوليه وزاره الري، تمام يا فندم ولا؟ المصرف بالفعل هو إدارة الأجهزة التابعة لهيئة الصرف بوزارة الموارد المائية والري. تمام كده. طيب أنا بس عايز، هي النقطة اللي أنا عايز أقول عليها، إنه المصرف ما تحطش عليه مواسير صرف خلال يوم أو يومين. ده المواسير الصرف دي تقريبا عمرها سنوات. هل ده كان في غفلة من وزارة الري ولا كان إيه وضعه بالظبط؟ لا حضرتك، المخالفات دي اللي هي تمت في وقت ما اتخذت ضدها الاجراءات القانونيه، والمخالفين متعرضين للعقوبات اللي حددها القانون. تمام. لكن خلينا نقول نقطه حضرتك برضو تاني يا استاذ علي، انه برضو تاني الموضوع متطلب وعي المواطنين. خلينا نبقى كلنا كده متشاركين في ان الميه دي حياه، وان المواطن اللي بيلوث ميه او بيلقي فيها صرف صحي غير معالج او بيلقي فيها صرف صحي مباشر، هذا الامر بيساعد على عدم الاستفاده من الميه في ظل ندره ومحدوديه بنجابهها كلنا. احنا نقول ايه بقى كلنا جميعا؟ تمام. ان احنا الوزاره متى ويمكن الدوله متجهه الان الى موضوع المعالجه بتاعه المياه بشكل عام، مياه الصرف الصحي ومياه الصرف الزراعي ايضا، لكي تعظم من الاستفاده من هذه المياه وتقلل الفجوه المائيه المقدره ب 21 مليار متر مكعب. الدوله متجهه فعلا لانشاء محطات المعالجه، ومش ان هي محطات جديده بقى لسه وليده، لا ده استكمال لمنظومه معالجه مياه الصرف الصحي. موضوع السور اللي هو منشأ في المسافه موضوع السور بقى تشير اليها. موضوع السور هو سور بطوله 550 متر، ويمكن ده كان بناء على طلب احد الساده النواب، وبالفعل هو السور بيحمي نوعا ما ويقلل على فكره يا دكتور يسري كان معانا النائب رضوان الزياتي وقال ان ده كان هو الحل الوحيد قدامي، يعني هو لم يطلبه، ولكن هو بيقول ان هو اختاره على اساس ان هو ده الحل المتوفر. راي فني. وقال ان ده راي فني يا فندم. تمام. ما هو الرأي الفني أنا بفسره لحضرتك. احنا كنا يعني الوزارة وأجهزة الوزارة كانت ما بين أمرين، إن أنا أمشي في سكة التغطية بحث مع المعايير والضوابط الفنية اللي وضعت في المنشور الوزاري رقم 4 لسنة 2017 بالفعل،
وجدت ان هذا الامر سيؤدي الى اضرار اكثر مما هو عليه. لذلك ده كان سنه 2017 يا دكتور يسري، كان 2017. هو منشور رقم 4 لسنه 2017 وما كلام جميل. من بعض 4 سنه 2017. وانا هقول لحضرتك مش رايي انا ولكن راي احد المشاهدين او راي احد المتضررين، بيقول ان القرار ده ظهر بعد ما القاهره اللي هي القاهره العاصمه مش القاهره الكبرى اتغطت جميع مصاريفها، على اعتبار ان القاهره ليها درجه اعلى يعني. لا انا هقول لحضرتك القرار ده او المنشور الوزاري ده ظهر امتى. لو تتذكر حضرتك كان في منطقه القلج عند مركز الشباب على المصرف، حصل نقول سد في التغطيه، يعني ودي احد المشاكل برضو اللي دعتنا ان احنا ازاي نظبط ونضع معايير. كان حصل سدد كبير جدا، وقعدنا على مدار الوزاره بمعدات بمختلف انواعها على اساس تسلك التغطيه اللي هي موجوده بما لا يؤثر على المناطق السكنيه جنبها وهكذا. التغطيه اتسدت ليه؟ اتسدت ايضا لان المخلفات بتلقى فيها ومش امام عينيا، طول ما هي امام عينيا انا بطهر، اطلع واطهر واعمل هذا الكلام لحين ان ينتهي هذا الامر بتاع القاء المخلفات في المسار بشكل عام. فقلنا ان احنا نضع معايير نقول متى كانت الكتله السكنيه في كتله سكنيه قريبه من مكان وفي مشروع صرف صحي ومجموعه من الضوابط والمعايير وضعت في هذا المنشور لذات الغرض، نتاج ان كانت مشكله كبيره جدا، والساده النواب البرلمان كانوا موجودين والوحده المحليه. دكتور يسري استسمحك، انا معايا ضيفي الاستاذ عبد المجيد جادو رئيس مجلس اداره جمعيه تنميه المجتمع المحلي بالقلج، عايز بس يتواصل مع حضرتك. تمام يا فندم، مفيش مشكله، اتفضل. اهلا بحضرتك يا دكتور يسري. اهلا استاذ عبد المجيد، اهلا بحضرتك يا فندم. حضرتك بس قلت ان الفتحات اللي هي اللي داخله على المصرف بالصرف الصحي يعني الاهالي او للمواطنين هيتم التعامل معاها بالشكل القانوني. القانون بيحول دون كده، بيحول دون القاء. اتفضل. انا عارف الوضع القانوني، ولكن هو في حاجه، يعني هو المواطن ايه ذنبه في مشروع اتعمل مشروع اهالي؟ هو على فكره ما عملهاش سرقه، يعني ما راحش وصل دي بمعرفته علشان النهارده اجي اعاقبه. ده هو مشروع متكامل كان معمول في القلق كلها، وكان كله بيصرف على المصرف. في غيبه بقى في غيبه المسؤولين، ده موضوع مش موضوعنا. يعني ما تجيش انا النهارده بعد اذن حضرتك، ما اجيش انا النهارده كمواطن احاسب على شيء انا ما عملتوش. يعني انا النهارده الاول يا ريت بقى نبدا صح، يعني بعد اذن حضرتك، يعني ان الجهاز التنفيذي لمشروعات الصرف الصحي اللي هو المنوط به عمل او استكمال خطوط الصرف الصحي في المناطق المحرومه اللي هي برضه بترمي على المصرف، يهتم بهذا الموضوع وينهي فعلا الوصلات التوصيل، يعني الشبكه جوه المناطق دي، وعمل الوصلات المنزليه. في الحاله دي يبقى المصرف بالطبيعي هيتقفل الفتحات بتاعته. هي انا متفق مع حضرتك بان هي جهود اجهزه الدوله كلها. حضرتك بتتكلم على الجهاز التنفيذي مشروع الصرف الصحي في المنطقه، الكل بيكمل بعض حضرتك. انا مع حضرتك يعني وكده. وهناك يعني برضو تاني لمعلومات حضرتك، ويمكن انا ذكرت منذ قليل ان الدوله واجهزتها في وزاره الاسكان متجهه الى، ويمكن حضرتك شفت الافتتاحات وتوسيع محطه الجبل الاصفر. حضرتك هناك توسع في مشروعات معالجه مياه الصرف الصحي، وهناك توسع في مشروعات الصرف الصحي وحضرت في المحطه انا بعدها بيومين ثلاثه مؤتمر هناك في المشروع القادم. تمام يا فندم. اللي انا بس يمكن عايز اقوله عشان بس سبب المداخله بعد اذن حضرتك استاذ علي، هو تاني يعني هيئه الصرف واجهزه وزاره الموارد المائيه والري لما بتتخذ اجراء معين بتتخذه من واقع دراسات ومن واقع امور بتفاضل بينها من الناحيه الفنيه واثارها والاثار السلبيه الناتجه عنها، وبما يعني يحقق الصالح للمصرف. المصرف بشكل عام هو ناقل لمياه كثيره جدا بتمر في هذا المصرف لخدمه زمام زراعي اخر. هو في مصادر. اتفضل. دكتور يسري، احنا بنحترم طبعا القرارات والناس اللي طلعت القرارات، ولكن برضو على الجهات المسؤوله انها تحترم برضو صحه المواطن. انا عايز اقول لحضرتك يعني يا ريت يبقى فعلا في اعاده نظر في حته منع تغطيه المصارف، لانه فعلا بامانه العمليه في منتهى الصعوبه، صعب جدا، ريحه اوبئه امراض.
فيا ريت حضرتك توعدنا باسم فعلا وزاره الري ان يبقى فعلا في تفكير في انه السور ده هيبقى شيء مؤقت، ويبقى فيه فعلا وعد من وزاره الري انه هينظر مره اخرى للتغطيه. انا هقول لحضرتك حاجه استاذ علي. اتفضل. هو يمكن كان الاستاذ عبد المجيد قال حاجه، الجهاز التنفيذي للصرف الصحي وتكميل استكمال المشروع وهكذا. متى استكمل المشروع واصبح فيه المعيار اللي هو موضوع في المنشور اكيد لما يتقدم الطلب لاعاده النظر في هذا الامر ووجدت الضابط اللي هو كان بيحول دون ذلك في فتره سابقه، اكيد هيزول هذا السبب ويبقى في الصالح يتم اتخاذه. طب في اطار نفس الكلام برضو انا كنت عايز اقول لحضرتك على حاجه، يعني بالنسبه لوزاره الاسكان وزاره الري التنميه المحليه، مفيش بروتوكول تعاون عشان نقدر نحل المعضله دي؟ يعني انا النهارده كمواطن انا هروح للاسكان اقول لهم خلصوا موضوع الصرف عشان الري يحصل فيها كذا، وهروح للتنميه المحليه اقول لهم والنبي شوفوا لنا موضوع القيمه. ليه ما يبقاش فيه فعلا بروتوكول او اداره مشتركه لاداره الملف كله بالكامل؟ اسكان ري في بالفعل بروتوكولات تعاون ما بين الوزاره، وزاره الموارد المائيه والري، وزاره البيئه، ووزاره التنميه المحليه. ويمكن في القليوبيه، يمكن ليست ببعيده عنكم، القليوبيه في محافظه القليوبيه في الاداره المركزيه للموارد المائيه والري بالقليوبيه تم عمل سور خرساني على شكل حرف يو على احد المجاري المائيه بحيث يستقبل ويستوعب القمامه. يعني اصبحت منطقه وفرت الوزاره بموجب هذا البروتوكول مساحه من الارض على المنافع، عمل عليها سور خرساني بحيث الاهالي بتلقي المخلفات بعيدا عن المجرى في منطقه محاطه بسور، يجي اللودر يرفع هذه المخلفات وينقلها للمقالب العموميه وهكذا. فين يا فندم؟ فين يا فندم؟ اتعملت في القليوبيه في احد المناطق، ويمكن اتواصل مع حضرتك واديها لك بالظبط، لا يحضرني اسمها حالا، لكن تمام. هو ده نهج الوزاره بتعمله. البروتوكولات التعاون موجوده وان شاء الله باذن الله. اشكر حضرتك، وعايز عايز اوصل لحضرتك رساله فعلا من اهالي القلج ان الناس دي فعلا بتحترم ما تصل اليه اللجان من قرارات، ولكن على الوزارات والجهات والقرارات واللوائح وكل ده ان هو فعلا يحترم صحه المواطن. وده انا مش بنكر ده عليكم، ولكن انا متاكد انه ان شاء الله باذن الله هنصل لحل قريب طول ما في ناس بتفكر خارج الصندوق. ان شاء الله ان شاء الله يا استاذ علي. وعلى فكره يجب ان نتفائل جميعا. مصر ورؤيه مصر 2030 للتنميه المستدامه ان شاء الله باذن الله في سبيل تحقيق ما يصبو اليه المواطن المصري من حياه كريمه وصحه جيده وتعاملات وكل حاجه، كافه شيء ان شاء الله باذن الله يكون في صالح المواطن، والاجهزه تتعاون لتحقيق هذا ان شاء الله. شكرا دكتور يسري خفاجي المتحدث الرسمي باسم وزاره الزراعه. الري. باسم وزاره الري. بدايه يعني او بعد ما انتهينا من انا عايز اخد بس من كلام دكتور يسري وابني حاجه بسيطه بعد اذن حضرتك. يعني اتفضل. بالنسبه للحجرات هاخد نقطتين. يعني الحجرات اللي هي المقترحه اللي هي اتعملت في اماكن، هي المشكله فيها ان مشروع النظافه في القرى مشروع بيقوم على اشتراكات المواطنين المباشر للمتعهد. يعني لو اتعمل صناديق او حجرات على المصارف او على الشوارع او في الميادين او الكلام ده كله، مين اللي هيشيلها؟ ما فيش آلية يعني لتحصيل الاشتراك. المشكلة مش في عشان تدي المتعهد. المشكلة مش في ان انا اجمع يعني، لا، او يبقى في اماكن تجمع. لا هو في متعهدين بيلف على المنازل وبياخد على الوحدات السكنية وبياخد القمامة مقابل اشتراك. فده مش مناسب للقرى، لان القرى خارج منظومة النظافة. كله اجتهاد على فكرة. لا يعني انا فعلا يمكن عايز اركز على نقطة. النهارده المجرى المائي اللي هو خاص بالصرف، تمام، بيرمي عليه صرف صحي. مين اللي بيرمي صرف صحي؟ الاهالي بترمي صرف صحي. ليه؟ لان الاحواض المتاخمه لهذا المصرف لم يتم تركيب او لم يتم مد خطوط صرف صحي بيها. ودي مسؤوليه مين بقى؟ مسؤوليه وزاره جهاز المشروعات
اللي هو الجهاز التنفيذي. الجهاز التنفيذي اللي هو تابع الصرف الصحي اللي هو تابع لوزاره الاسكان. تمام. طب كلام جميل. نيجي بعد كده على المخلفات. هنلاقي المخلفات ليها جهات اخرى اللي هي التنميه المحليه، اللي هي المحافظه، اللي هي بعد كده المجلس المدينه، بعد كده اللي هو الوحدات المحليه. طيب يبقى اذا هنا انا شايف ان دم المواطن موزع ما بين الوزارات. دي رؤيتي. ولما اجي اقول النهارده ان انا عايز احمي المواطن من المشهد البشع ده، هكررها تاني، لا رجاء فيه لاحد او من احد. فايه الرؤيه؟ هو انا اقول لحضرتك حاجه. هو مشروع النظافه، احنا كده نقلنا المشروع النظافه، بس هرجع تاني برضو الكلام الدكتور يوسف في حته معينه يعني. مشروع النظافه في القرى عموما منوط به الجمعيات الاهليه او مراكز الشباب. ده قرار المحافظ اللي احنا شغالين عليه دلوقتي، وبالتالي جمعيه تنميه المجتمع المحلي موكل اليها انها تتولى تنظيم عمل المتعهدين داخل القريه لتجميع القمامه. نصطدم بمشكله هنا اللي هو بعد المسافه بين القلج وبين مشروع الدفن الصحي. مشروع الدفن الصحي اللي هو فين بقى حضرتك؟ بعد ابو زعبل وقبل عرب العلقات، يعني بيننا وبينه حوالي 16 17 كيلو رايح جاي، مع المناوره اللي بتتم جوه البلد علشان يلموا القمامه والكلام ده، يدخل له بتاع مثلا 40 كيلو. 40 كيلو في اليوم صعب جدا. ده غير الرسوم العاليه اللي بتدفع، يعني بتوصل لها ل 1400 جنيه عشان يدفع اشتراك في المدفن عشان يودي القمامه هناك. فبالتالي وبعدين مش كل الناس عندها امكانيات انها تودي. احنا كجمعيه ما بنديش ترخيص لاي حد من المتعهدين الا اللي معاه عربيه وورقها برخصه سواق، اضمن ان هو عنده الاليه اللي تخليه ينقل هناك. انا عايز برضو ايه يعني، هو موضوع القمامه او موضوع المخلفات ده موضوع كبير وهنتكلم لا فيه. هو دي ليها حل احنا عرضناه، بس هاكده تاني بقى. بس فرصة. انا عايز فرصه انا مع حضرتك. انا عايز بس ايه اعدي دي دلوقتي لسبب بسيط جدا، لان انا فعلا عايز المصرف الاول نقول نركز في المصرف. اركز في المصرف لسبب. تمام. دلوقتي حاليا زي ما قلت لحضرتك، ده اذا كان الحل ده مش مرضي للمواطنين، فاحنا مش مرضي ليا ولا مرضي لحضرتك ولا مرضي لاي حد ولا مرضي لاي جهه. احنا على فكره لا يرضينا الا ردم المصرف مش تغطيته. تمام. وهقول لحضرتك ليه بعد اذنك في انا في جزئيه بس عايز اوضحها لحضرتك. دلوقتي النهارده هتبقى مسؤوليه اهالي القلج، سواء المتمثله في النواب او رجال العمل العام والشعبي زي حضرتك، هم اللي هيروحوا يطالبوا وزاره الاسكان او الجهاز التنفيذي بقفل خط الربع، عشان بعد كده وهم بعد كده اللي هيروحوا يطالبوا الجهاز برضه بانه يوصل المجاري لحوض كامل الغربي وحوض الشيخ فارس والاحواض المحيطه بالمصرف. يعني هو ده اللي عليهم، ده اللي هيتم ولا ده هيمشي ازاي؟ يعني احنا عايزين نقول رساله للناس هنمشي ازاي في المجال ده. والله هو الموضوع ده كبير. يعني هو كان في عقبات في حوض فارس تحديدا يعني، وكانت معطله الشغل، بس اعتقد بداوا يشتغلوا او بداوا حلوا المشاكل. كان في مشكله في تنسيق بين الجهاز التنفيذي وبين القوات المسلحه، لان في خط ميه حاجات زي كده يعني، فكان مطلوب التنسيق. اعتقد لو تم التنسيق فعلا جهاز المشروعات هيشتغل، ولكن محتاج نوجه رساله ووجهها من خلال حضرتك هنا في البرنامج للدكتور وزير الإسكان. اتفضل. بسرعة أو بتوجيه شركة الجهاز التنفيذي لمشروعات الصرف الصحي بالقاهرة الكبرى بسرعة توصيل الصرف الصحي في القلج للمناطق المحرومة اللي هي زي الشيخ فارس وحوض كامل والاحواض اللي هي المتاخمه للمصرف، اللي هي بتؤدي الى ان المواطن اساسا يرمي في الجهه الشرقيه هعتبر من المصرف يعني. معانا على التليفون الاستاذ محمد ناصر شكشك. اتفضل يا فندم. الو. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازي حضرتك يا استاذ علي؟ ازيك يا فندم؟ عامل ايه يا فندم؟ الحمد لله. اولا بحب امسي على الاستاذ حميد جادو. عبد المجيد جادو. عبد المجيد جادو، معلش. اهلا وسهلا. استاذ محمد، حضرتك منين يا استاذ محمد؟ انا من كفر الباشا، شارع مصيص الزكاه. اهلا وسهلا بيك. الله يخليك. ايه شكواك يا استاذ محمد؟ بص يا استاذ علي، احنا لخصنا شكوانا في حوالي 8 نقط مهمين جدا، اهم حاجه موجوده عندنا. اللي هو احنا كان في خطوط هيئه نقل عام كانت موجوده اول ما تم صيانه شارع مصيص الزكاه بالكامل. دلوقتي ما بقاش مش موجوده. ما بقاش فيه غير خطين من حوالي 6. تمام استاذ محمد، كده خطوط النقل دي واحد. اثنين النقل العام. اثنين. المشكله الثانيه المصرف البلبيسي، وحضرتك كنت لسه بتتكلم فيها دلوقتي وكلمت طيب. حد من وزاره الري. تمام. يبقى دي اتنين عديها عشان ندخل، لان انت حضرتك بتقول 8 بقى فنشوف. معلش. رقم 3 مشكله النظافه. احنا في كفر الباشا بقى لنا اكتر من سنه مفيش متعهد عايز يمسك الشغل عندنا في كفر الباشا، وسالنا الكلام دوت. بس النظافه ان شاء الله. النظافه. عدم وجود مستشفى عام بالمرج، ما عندناش غير مستشفى ليفل واحد، وهي تعتبر زي عياده مش مستشفى. اهم حاجه برضو نقطه مهمه جدا جدا، ما عندناش دكتور صحه. طيب استاذ محمد انا في الحقيقه تواصلت مع العميد علي عبد الله اللي هو رئيس حي المرج، ونقلت تقريبا معظم الكلام ده لسياده العميد، وهو وعد بالفعل ان هو يعني هيتناول الموضوعات دي، او انه في موضوعات فعلا ابتدى يشتغل عليها. وان شاء الله انا هتواصل معاك وهتواصل مع رئيس حي المرج عشان نحل المشكله دي ان شاء الله باذن الله. بشكر اتصال حضرتك استاذ محمد. شكرا استاذ محمد. شاكرين يا فندم. شكرا. الحقيقه يا استاذ عبد المجيد الوقت بيداهمنا. عايز في الاخر خالص يعني نبدا. فاضل تقريبا حوالي 5 دقائق. عايز اهم النقاط او اهم الرسائل اللي حضرتك عايز توجهها. بالدرجه الاولى هنوجه رساله لوزير الري. وزير الري بنقول له ان تغطيه المصرف حق وليس مطلب. كلام جميل. بزود عليها دلوقتي بعد الحوار اللي تم دلوقتي مع الدكتور يسري، احنا محتاجين فعلا ردم المصرف مش تغطيته، لان تغطيه المصرف مش هستفيد بالمساحه اللي فوق، ولكن ردمه هستفيد بالمساحه اللي فوق. بدليل ان احنا عملنا مجمع مدارس ازهري وابتدائي واعدادي على المصرف، الجزء اللي اتردم لما كانت المحطه القديمه بتاعت الري شغاله، لما اتقفلت يعني. تمام. لو الجزء ده اتغطى بالفعل، انت عندك هيبقى فيه في القلج مساحات من الاراضي ما نحلمش بيها، لان انت عندك مشكله، يعني حضرتك عارف الكلام دوت، ان الكثافه في المدارس عندنا ازمه كبيره جدا. الكثافه في الفصول 140 تلميذ، 140 تلميذ قاعدين في فصل. انا عايز مسؤول يتخيل الوضع، يعني 140 تلميذ قاعدين في فصل قدام مدرس، هيعلمهم ايه وهيسكتهم ازاي؟ دي الرساله الاولى. الرساله الاولى بتاعت اللي هي الرساله الاولى ردم المصرف. وردم المصرف يبقى عايز جهود مكثفه من النواب ومن كل من له وسيله للتواصل مع اي حد من القيادات. يعني لان خط الروبه بتاع محطه المرج لازم يتنقل من هنا، يتقفل عن المصرف. المجال مفتوح لكل الجهود لسبب لسبب بسيط، ان خط الروبه ده فعلا هو ده اللي مبقي على المصرف مفتوح او مكشوف او هيتغطى. لو اتغطى يبقى عشان خط الروبه، لو اتغطى يبقى عشان خط الروبه. الرساله بقى الثانيه. الرساله الثانيه هناخد وزير الاسكان. بأناشد، ما انا قلت باين وزير الاسكان قلناها قبل كده. احنا قلنا وزير الري. ماشي. وزير الري، وانا عايز ااكدها، مش مشكله. انا ااكد الرساله. هنقول ان ضروره توجيه الجهاز التنفيذي للمشروعات، الرئيس الصرف الصحي، التنفيذي للصرف الصحي بسرعه تنفيذ مشروع الصرف الصحي في الاماكن المحرومه اللي هي في جنوب القلب، الشيخ فارس وكامل وما اعرفش ايه الاحواض دي كلها.
دي الرسالة الثانية. الرسالة الثالثة بقى. الرسالة الثالثة دي رسالة مهمة جدا. اتفضل. هي للسيد وزير الداخلية. بنقول له أنقذونا من حالة الانفلات الأمني والأخلاقي. مش أمني، مش انفلات أمني، من حالة الانفلات الأخلاقي اللي موجودة في الشارع. النهارده المخدرات بتباع علني في الشارع. البلطجية بيعربدوا في الشارع زي ما هم عايزين. صحيح بنتصدى وبنقاوم وبنعمل، محدش يعني مش هنتكسر قدامهم يعني، بس محتاجين السلطة تتدخل، وبالذات المخدرات، لأن دي أخطر حاجة على أهم ثروة عندنا، ولادنا الشباب. الشباب كلهم معرضين للضياع بسبب المخدرات. يبقى الرسالة الثالثة اللي هي أشار ليها الأستاذ عبد المجيد جاد، وهي رسالة لحماية الشباب. الشباب يا وزير الداخلية. الشباب يا وزير الداخلية. يمكن يعني عايز أقول إيه، رسالة عاطرة فعلا، لأنها بتهدف إلى حماية شباب مصر من ما يسمى مافيا المخدرات. لن نكل، لن نمل، وسنظل نطالب بكل ما يحل مشاكل أو يخفف آلام المواطن المصري. معكم الوقت يجري بسرعة رهيبة، ولكن في نهاية اللقاء أتمنى للجميع الصحة والعافية، وأتمنى أن ألتقي بكم في الجمعة القادمة مع موضوعات تكون أكثر اهتماما أو أن تكون تنال على اهتمامكم، على أمل اللقاء بكم إن شاء الله بإذن الله الجمعة القادمة في مصر في كلمتين. تحياتي وتحيات أسرة البرنامج، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذا البرنامج برعاية